يلا بينا يا اصحابي نبدأ ونقول بسم الله. اول حاجة معايا جبت البسكويت ده اصحابي سادة وكسرته كده، ومعايا صداني يا اصحابي مطحون، ومعايا يا اصحابي معلقة يا اصحابي قشطة كده نعجن بيها، وهضيف البسكوت على الصداني المطحون يا اصحابي. بجد رائع، جربوا ان شاء الله هيعجبكم. يلا بينا ننزل يا اصحابي بمعلقة القشطة، يلا بينا. ممكن تضيفي معلقة عسل كمان مع عاوزاها مسكرة قوي. يا اصحابي بعد ما حطينا يا اصحابي القشطة هنبدأ كده يا اصحابي نقلب. هنزل كده يا اصحابي بمعلقة يا اصحابي زبدة، وبرضه يا اصحابي هعجن بقى يا اصحابي بايديا كده بالمعلقة. انا بدخل يا اصحابي الكلام العسل ده كله في بعضه علشان اعرف هشكلها يا اصحابي. وهنا خلاص اهو يا اصحابي لميت العجينة. هاخد بقى حتة منها كده والفها كرة واحطها يا اصحابي في الطبق العسولة ده. حبيبي يا رسول الله، حتة طبق لذيذ بجد تحفة. اعملوا لايك يا اصحابي واشتركوا في القناة. هعمل لكم النهاردة يا اصحابي احلى وصفة من عينيا الاتنين. وصفة سهلة جدا يا اصحابي ومتاخدش وقت. انا هنا سيحت يا اصحابي الشوكولاتة على حمام مائي. هبدأ انا كده يا اصحابي اخد كرة واغطسها يا اصحابي في الشوكولاتة، وهنبدأ نقلب كده هنغرق الشوكولاتة. نصطاد التاني زي المرة اللي فاتت. طب جبتها المرة دي. تعالوا نعمل واحدة كمان، تعالوا يلا بينا. بتحبوا الشوكولاتة، شوفوا بتجري ازاي. انا يا اصحابي هخلص كل الكمية وهبدأ اعمل كل كرة على الشكل ده، علشان اول ما نخلص كل الكمية نحطها في التلاجة نجمد، وبعد كده لما تجمد نقدمها بألف هنا وشفا. مش هنحطها كده يا اصحابي معلهاش حاجة على الوش، هنحط لها شوية فستق كده يا اصحابي على الوش. انا هحط لها صدري يا اصحابي، اي مكسرات عندك تحطيها. نرش كده على كل واحدة، بجد تحفة وطعمها خطير. شايفين يا اصحابي وصفة سهلة ازاي ومخدتش وقت، في 4 دقايق بس تكون الوصفة اتعملت. شايفين يا اصحابي الجمدان. خلاص كده يا اصحابي خلصت وظيفتي النهارده، بقى اشوفكم في حلقة جديدة والسلام. خدام ما تنسوش تعملوا لايك واشتراك في القناة. باي باي.